السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة حسن أفول للمحتوى التقني. إذا كما ترى في الصورة أخي العزيز أختي العزيزة، في إطار الحديث عن اختراق المواقع للووردبريس، ارتأيت في هذه الحلقة أن أقوم بشرح الطريقة التي قمت بها شخصيا بإزالة الكلمات اليابانية Black Keyword Japanese Keyword في الموقع الخاص بي. إذا يعتبر هذا الأمر من الأمور أكثر تعقيدا التي تدمر الترافيك الخاص بك للموقع الخاص بك. وعندما تبحث عن الحل سوف تجد أن الحلول قد تكون منعدمة بالنسبة للمبتدئين. فالأكثر الحلول التي سوف تجدها في إطار البحث عن إزالة هذه الكلمات اليابانية هو الأشخاص الذين سوف يقومون بمراسلتك من أجل مساعدتك من أجل إزالة هذه الكلمات. لكن السؤال المطروح هنا عن هؤلاء الأشخاص هم ثقة لكي تقدم لهم اللوجين للهوستين لموقعك حتى يقوموا بإزالة هذه الكلمات اليابانية. لكن إذا كنت لا تعرف الشخص يعني هناك علاقة وطيدة بينك، فالأمر صعب جدا، فقد يمكن أن تقوم بإعطائه المعلومات الكافية للدخول إلى الموقع بك، ثم يقوم بإزالتك كأدمين لهذا الموقع، وسوف تفقد موقعك الخاص بك نهائيا. إذن هذه الأمور التي سوف تزيد تعقيدا عند مواجهتك لهذه الكلمات اليابانية. لكن بعد بحث طويل وبعد مشاهدة العديد من الدورات والفيديوهات، الحمد لله استطعت أن أقوم بإزالة هذه الكلمات اليابانية من الموقع الخاص بي. لكن الأمر صدقني لم يكن بالأمر السهل، لقد استثمرت الكثير من الوقت والكثير من الجهد من أجل التعلم والبحث كي أقوم بحل هذه المشكلة. لكن في هذه الفيديو إن شاء الله سوف أقوم بمشاركتكم الحل أو الأمور التي قمت بها حتى قمت بإزالة هذه الكلمات اليابانية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس إذا مرحبا بكم مجددا. كما ترى هذه هي الداشبورد الخاص بي لموقعي. إذا كما ترى هنا your site is clean، يعني لا يوجد أي مشكل في هذا الموقع، ولا يوجد أي كلمات، ولا يوجد أي فيروس، ولا يوجد أي بلاك سكريبت لجافا سكريبت أو HTML أو PHP في الموقع. لكن الطريقة التي قمت بها هي طريقة قد تبدو صعبة المنال لكن efficace، يعني تكون النتيجة كما ترى في الصورة. يعني إذا قمت بالرجوع إلى هذه الصورة سوف تجد أنه هو رابط الموقع الخاص بي، وهذه هي الداشبورد الخاص بنفس الموقع. وترى هنا أن الموقع is clean، لا يوجد فيه كلمات ألبانية. ولكن نتأكد أكثر من أنني قمت بإزالة الكلمات اليابانية من الموقع بي، أو لتتأكد أيضا بأن الموقعك الخاص بك يحتوي على هذه الكلمات اليابانية، كل ما عليك هو الذهاب إلى جوجل ثم تقوم بكتابة scan website for malware. تقوم بالدخول إلى security، يعني الرابط الأول، هنا تقوم بوضع رابط الموقع الخاص بك وتقوم بالضغط على Submit. إذا هذا الموقع يتيح لك أن تقوم بأناليز للموقع الخاص بك. إذا كما ترى في الصورة No malware find، يعني لم يجد أي كلمات يابانية في أي مشاكل تقنية في الموقع. The site is not on blacklist، يعني هناك بعض المواقع لا تكون في البلاك-ليست. وهناك أيضا معلومات أخرى هنا ويب سايت بلاك ليستات، يعني مثلا الأنتي فيروس التي تقوم بوضع رابط الموقع الخاص بك في اللائحة السوداء، وهذا لن يظهر للعديد من المستعملين الذين يستعملون هذا الأنتي فيروس. وأيضا كما نرى هنا محرك البحث لياندكس وأوبرا والعديد من الأمور التي يجب أن تقوم باكتشافها. هنا على الجانب الأيسر ويب سايت malware security، يعني no malware detected by scan.
no injection spam defensement internal. يعني هناك العديد المهمة، المعلومات التي سوف تساعدك في بحث الموقع. هذه الطريقة الأولى. أما بخصوص الطريقة الأكثر سهولة والتي سوف تعطيك وجود الكلمات اليابانية في موقعك، وتقوم بالذهاب إلى محرك جوجل، تقوم بكتابة سايت ثم نقطتين على هذا الشكل، ثم تقوم بكتابة رابط الموقع الخاص بك. على سبيل المثال سوف أقوم بكتابة هذا الموقع، يعني كل ما يتعلق بالموقع الخاص بك. وإذا كانت هناك كلمات يابانية في الموقع فسوف تظهر على هذا الشكل في الصورة على هذا الشكل. لكن إذا كان الموقع يظهر بهذا الشكل فهذا يعني أن الموقع لا يوجد فيه الكلمات اليابانية. إذا جيد، إلى حد الآن تعرفنا على كيفية أن نقوم بعمل إسكان الموقع، وعلمنا أيضا تعلمنا كيف نقوم ب هل الموقع الخاص بنا يوجد في البلاك ليست أو غير ذلك. أما لطريقة إزالة هذه الكلمات اليابانية، إذا سوف تقوم بالذهاب إلى داشبورد للووردبريس، ثم تقوم بإضافة هذه البلوجين كما ترى هنا، يعني WordFence Security Firewall Malware Scan and Login Security. إذا تقوم ب Activate أو Install لهذا البلوجين، ثم تقوم ب Activate. أنا يعني سبق قمت بتنصيبه على الووردبريس. بعدها سوف تجده في هذه الجانب. إذا سوف نقوم بالنزول. إذا شاهد معي، إذا هذا هو البلوجين. تقوم بوضع الكيسور عليه، ثم تقوم بالذهاب إلى سكان، تقوم بالضغط على سكان. بعدها سوف تلج لك هذه الواجهة. إذا آخر سكان قمت به لم يتم العثور على أي مشاكل في الموقع. أما بخصوصك سوف تقوم بالذهاب إلى Start New Scan على هذا الشكل، ومباشرة سوف يقوم هذا البلوجين بعمل سكان للموقع الخاص بك. وإذا وجد أي مشاكل فهناك ثلاث حلول: يا إما أن تقوم بالضغط على Delete All Define Files، يعني الملفات الضارة للموقع، تقوم بالضغط عليها ثم تقوم بمسحها هنا. أو إذا كانت هناك damage، يعني هناك بعض الأمور التي يجب عليك إصلاحها، سوف تقوم ب Repair All، يعني تقوم بالضغط على هذا الاختيار، وسوف تقوم هذا البلوجين بعمل إصلاح لهذه الملفات التي تم تغييرها. هنا كما ترى، يعني كما نعرف بأن هذا البلوجين يعني هناك نسخة مدفوعة ونسخة مجانية. هذه فقط نسخة المجانية. إذا كنت تريد أن تقوم بعمل سيكوريتي لموقعك بطريقة نهائية، إذن سوف تقوم بالاشتراك في هذه البلوجين. فأنا أنصح بأن البلوجين تقدم خدمات رائعة جدا. أما بالنسبة للنسخة المجانية فهي تقدم أيضا حلول، كما أنا سبق وقلت لكم قمت بإزالة البلاك كيوردز من الموقع فقط بهذا البلوجين. إذا سوف ننتظر إلى أن يتم نهاية السكان وسوف نرى النتيجة. إذا كما ترى هنا في فايل تشينجز، يعني إذا قام الهايكرز بالدخول إلى الموقع الخاص بك سوف يقوم بتغيير الملفات. إذا ظهرت لك علامة صفراء هنا فهذا يعني أن تم التلاعب بملفاتك في الهوستين، يعني تم تغييرها. وعندما نقوم بأن فايل تشينجز يعني تم تغييرها، فأكيد أن الهاكر تم بزرع الفيروس في الموقع. إذا يجب عليك أن تقوم بالبحث على هذه الأكواد التي وضعها الهاكرز في الهوستين، وغالبا ما تكون هذه الأكواد عبارة عن صيغة PHP. وهذا إذا كنت لا تجيد عمل معرفة أو دراية بالPHP فالأمر سوف يكون صعب إلى حد ما. في الاختيار الثالث يعني malware scan، يعني أنه يقوم بالبحث على أي malware، يعني ملفات ضارة في موقعك، والcontent safety والpublic files والpassword string، يعني إذا كان الباسورد التي قمت بوضعه سهل وتم اختراقه فسوف يظهر لك هنا. إذا هذا في الحقيقة هذا البلوجين يسهل عليك العديد من الأمور التي سوف تساعدك في حل هذه المشكلة. لكن ما يعجبني أكثر في هذه البلوجين
هو المقارنة. يعني في حالة ما وجد البلوجين مثلا ملف تم تغييره من قبل الهاكرز، فإنه يظهر لك كومبايز، يعني مقارنة، يعني الملف يقارن لك الملف الجديد والملف القديم. يعني سوف تجد أن هناك اختلاف في الأكواد التي تمت إضافتها، وهذا يسهل عليك كي تقوم بمسح تلك الأكواد التي تم إضافتها، ومباشرة سوف يختفي هذا الفيروس من الموقع. إذا كان لا يكون الفيديو طويل سوف أقوم بتوقيف الفيديو إلى أن يتم نهاية السكان للموقع. إذا كما ترى لقد تم نهاية عمل سكان للموقع والحمد لله لم يجد أي مشكل، لكن بخصوصك إذا وجدت العلامة صفراء هنا فهذا يدل على أن الموقع الخاص بك تم اختراقه، وهناك أمور يجب عليك أن تقوم بإصلاحها. إذا كان هذا هو فقط الشرح الأول. في الحلقة الأخرى إن شاء الله سوف أقوم بشرح هذا البلوجين، يعني سكوري، كيف نقوم بالعمل عليه وكيف يقوم بإزالة أيضا هذه الكلمات اليابانية. كما ترى هنا هذا البلوجين يسمى بسكوري. إذا في الحلقة الأخرى سوف أقوم بشرحه بالتفصيل، وأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأتمنى أيضا أن لا تبخلوا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، وإلى حلقة أخرى بإذن الله في